يا صباح الخير ويا هلا بكل من يتابعنا عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى، وأيضا عبر قنوات روتانا، وكذلك المستمعين اللي يسمعونا عبر أثير الأف أم روتانا في السعودية، وبعد الأف أم الخاص في وزارة الإعلام 103.7. وأكيد نحيي الزميلة نوف نبيل متواجدة معنا في الحفل، وإحنا ما زلنا معاكم بعد الوصلة الغنائية الخاصة في إليسا اللي ولعت فيها المسرح. أقول لها صباح الخير. صباح النور، يا هلا وسهلا فيك. ولعت المسرح بصراحة، وهذه تقريبا رابع مرة لك في على فبراير، مهرجان فبراير، والجمهور كان منتظرك، الجمهور متفاعل معك، ايش رايك فيهم؟ وانا كنت منتظرتهم، يعني كمان منتظره انه اشوفهم. ما في شك انه الحفلات اللي بنعملهم بالكويت لانه ما بيكونوا كل سنه كمان، بيكون في شوق انك تشوف الشعب الكويتي. كثير انبسطت صراحه، الجو رائع، الاستقبال بجنن، الفانز موجودين وين ما كان، بالاوتيل، باك ستيج، برا، بتحسي فيها الحب واللهفه عليك. وحافظين الاغاني وحابينها منك كلها، والالبوم بعدنا ما شبعنا منه، وفي البوم بالطريق. خلص الالبوم رح يصير له يعني بعد كم شهر، بيصير له سنتين، الحمد لله انه بضل عنده امباكت. بس يعني ما شبعنا منه يعني علشان انه يصير في البوم جديد. لا بس هذا بلان انزل يعني. انزين خلينا نتكلم عن انه في بعد عندك تجديد اغنيتين. انصدمتي؟ ترى توني سمعانه هو اللي قايل لنا. لا ما راح احكي عن شيء، من ولا شيء عنهم؟ لا لانه بعد ما في شيء بايده، لما يصير بايده ما في كونفرميشن اخير سمعان انه بحكي فيهم. ما في كونفرميشن اخير على هالموضوع. لا توني بس يعمل لي كونفرميشن بحكيك عنه. توني في مجال تتكلم عن الاغنيتين تجديد؟ توني منه هون. يقول لك باذن الله. باذن الله. انا اذا الشغله ما كانت بايدي اكيد ما بحب احكي فيهم، بس اكيد عم نشتغل عليهم واكيد ما في مشكله. خلينا نتكلم عن المؤكد في الالبوم. صار عندي تقريبا 9 اغاني بالالبوم، بلشت نفذ وبعدني عم بسمع، يعني عاده بنطر جمع كل الاغاني. هلا قلت انه لا، بالاغاني اللي موجوده رح بلش اشتغل وفوت استوديو. بهالوقت بعدني عم بسمع اغاني، يعني من هلا تعاون. انا سمعت مع مروان خوري. طبعا في تعاون، ديجا اخذت غنيه من مروان. في تعاون مع زياد برجي من لبنان، مع نادر عبد الله من مصر، مع محمد يحيى، مع يا رب بهاء الدين محمد طبعا، مدين. في اسامي كثير صراحه مش عم بقدر اجمع هلا، بس في تقريبا اسامي جديده واسامي اشتغلت معها قبل. طبعا اذا بنرجع على اسعد وحده اللي غنيتيها اليوم والكل كان منتظرها واستانسوا عليها وايد، وان شاء الله دائما نشوفك اسعد وحده. ميرسي، ان شاء الله كل العالم على اليوتيوب 12 مليون مشاهد ما شاء الله. روتانا في عندي انا 8-9 مليون. لا الحمد لله اخذت كثير. بتعرف الوضع ما كان كثير مساعد لما انا نزلت الالبوم، والحمد لله نحن صرنا بعصر السوشيال ميديا، يوتيوب، تويتر، كل العالم قاعده بتسمع، صارت هي يعني مش ضروري تشتري سي سو الفيوز عم بيزيدوا كثير، والحمد لله اخذ كثير الالبوم، وخصوصي اسعد وحده، وكمان تعبت منك امباكت كثير قوي. انا ملاحظه انه يعني ما شاء الله عليك ما تقبلين غير الافضل الاحسن، يعني كل شيء عندك يعني تحبين المثاليه. لا يعني انا ما في انسان بيقدر يكون مثالي، انا بسعى انه يعني يكون الافضل واقدم دائما الافضل وما اخذل الناس اللي بيحبوني. الاكثر شيء الاكثر ما بحب اخذل العالم، يعني انا لما نشوف في عالم هالقد بتحبني وبتوثق فيي وبتنطر شغلي، ما في استخف انه انا شو ما بنزل رح يحبوا. بشتغل اول شيء لارضي حالي، ارضي غروري، وبعدين ارضي العالم عم تتسمع علي. حلو ان الفنان يعني لازم يكون مغرور. مش غرور، ارضي غرور الفن، يعني قدم الافضل يعني. انزين، انا بسالك بعد عن اطلالاتك ما شاء الله، ان كانت في الكليب او كانت على المسرح، يعني لازم يرتبط اسمك مع براند، او كان المصمم ما شاء الله العالمي إلي صعب، يعني دائما إلي صعب يمكن المصمم اللبناني الوحيد، يعني الكوتور اللي بيلبس منه، يعني بيعتمدوا على صعيد لبناني لانه صار معتمد على صعيد عالمي، بفتخر انه البس له، بلبس من عنده، باخذ مثل ما باخذ من غير دور ازياء يعني اكيد. هو من المفضلين على قلبي اكيد. وما فينا ما نقول اليسا وما نذكر اليسا مع روتانا وعلاقتها مع روتانا. انا شايفه استاذ سالم الهندي متواجد اصلا معك، يعني من بعد حقيقه الوصله الغنائيه، ان كان قبل او بعد. لا بدي اقول لك شغله، اول شيء سالم انا هذا تميز حقيقه. لا مش انا بشوف سالم، يعني معلش استاذ سالم بيعامل الكل بنفس الطريقه، طيب مع الكل،
انا دايما بيقولوا عندي وضع خاص مش مزبوط. انا بحبه كثير وفي محبه متبادله. يعني ما شاء الله عليه. قبل خلونا يقولوا لا قبل الحفل يعني يمكن ما شافوا هم بعد خلف الكواليس، يعني قبل صعدتها على المسرح يكون معاها. بقول لك شغله، انا بموت بشيء اسمه سالم الهندي. حقيقه لما اوقات بيكون في شيء سوء تفاهم بزعل طبعا وبصرح فيه علنا. بحبه. انا مبسوطه انه انا بشركه روتانا، مبسوطه انه بيملكها الامير الوليد بن طلال، مبسوطه انه مدير عامها هو الاستاذ سالم الهندي. حقيقه اذا حدا بيتغير من طبعا في توني سمعان، في مهاب، في سعيد، كلهم ناس بحبهم وبعتبرهم عائلتي، وحقيقه بتمنى انه ما حدا يغيب يعني مبسوطه مع روتانا. جدا مبسوطه جدا. يعني العمل الاخير في توني طبعا هو ماشي معي ريمكس بدايتي. توني قولي له جيب الاغاني بعدين يبقى يمشي معك بدايتي. وين اغانيها يا توني؟ وين صارت اغانيها؟ يقول طبعا احلى اغاني. لا طبعا بدي عن جد بدي اوجه يعني محبه وسلام خصوصي يعني على الهوا لتوني، لانه فعلا بيتعب معي كثير بالالبوم وبيتحمل نقي وبيساعدني كثير. الاختيارات اللي عندك غريبه يعني، بس هي بس صارت ستايل خاص حق اليسا. يعني يمكن فنانه ثانيه لو غريبه ما بعرف اذا بتعتبر غريبه. انا بعتبر انه يعني شو ما بغني رح ينطبع بصوتي، حتى لو يعني لو انا غنيت اغنيه غنيتها غير فنانه رح تكون يعني كليا مختلفه، رح تكون تطبعها بصوتها باحساسها بهويتها. انا صار عندي هويتي، يعني انا بغني الاغاني البوب السريعه وبغني الاغاني الرومانسيه. ما بيقولوا عني غير يعني الفنانه الرومانسيه بوقت انه انا كثير بنوع، بس هيدا صوتي، هيدا احساسي موجود بكل الاغاني، ما بقدر غيره. احنا عندنا في نزار قباني غنى يعني او كتب كلمات عن الانثى والمراه، وعندنا غزل بالمراه كثير. وعندنا اليسا اللي يعني الناطق الرسمي باسم المراه. الله يخليكي، انا بتشرف حقيقه تحطي لي اسمي حد اسم شاعر كثير مهم وكبير هو الفنان الراحل نزار قباني. بشكرك على كل حال. مشان هيك من وراء القصص اللي عم تقولي لي بطمح دايما اقدم القصص الافضل، دايما ضل استحق الكلام اللي بينقال لي حقيقه. في مجال تسمعين متفائله، اسعد وحده، مصدومه، تقدرين تسمعينهم بغير صوت غير صوتك؟ يعني في تصدقينهم، تحسينهم؟ انا حقيقه لما بسمعهم من الملحن بصدقهم، او اوقات بيكون اللي بيكتبوا بيغنيهم او الملحن هو بيحط صوته. انا لما بسمعهم بصدقهم. اسعد وحده سمعتها من محمد يحيى، ما بقدر اقول لانه انا سمعتهم من الملحن وصلوا لي، ما بقدر احكم او اقول لك جاوب على شيء هو اصلا ما صار معي. بيجوز مع غيري كانوا نجحوا كمان، بيجوز كل انسان او كل فنان عنده طابع يطبعه بهالاغنيه وتنجح. ما دخل. انا كثير اوقات بسمع اغاني بقول يا الله يا ريت الغنيه الي. شنو؟ كثير اغاني هلا حقيقه ما في شيء. بهالفتره مثلا اغاني مثلا هالفتره يا ريت اليسا تقولي لنا، يعني انت جميله، ما نبي تكون دبلوماسيه، نبي يعني تقول لنا اغنيه ممكن تكون على بالك يعني. لا انا انتبهي، انا مني يعني انا لو في غنيه على راسي هلا اكيد رح اقول لك اياها، بس هلا ماني قادره صراحه استجمع افكاري. يعني يعطيك العافيه، اصلا يعني وصله غنائيه ايه، بس اكيد في كثير اغاني يعني. بس زين ممكن نشوفك فيديو مع عمرو دياب؟ انا بحب اكيد. هلا اسالي اكيد انا بحب، واسالي اذا بحب. يعني هي لما بتكون نيه واحد بده يعمل، يعني هو ما في نيه بس في قبول انك تعملي. هلا اذا الشخصين بدهم، يعني لهلا ولا مره انحكى حقيقه. يعني دائما نحن انا بقول بيجمعنا بالحفلات استاذ سالم طبعا، دائما بشوفه يعني من خلال شركه روتانا، وانبسطت. احنا من قبل شفنا يعني، وان شاء الله يعني احنا شفنا من قبل ديو خليجي، وخاصه على مسرح على فبراير في 2007 يعني الفنان محمد عبده مع اصاله، وكانت يعني يمكن ما كانوا مرتبينها من قبل، فجاه طلعوا مع بعض. فاحنا يعني نستبشر خير يعني، ودنا ونشوف القبول. اكيد مش اليوم يعني اكيد شي مره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نشوفك يعني عمر فنان كبير، انه انا ويمكن غيرك بيتمنوا يعملوا معه، هي يكون في النيه موجوده وانه هو يكون عباله وانا عبالي وخلصت. انا طبعا قاعده افتش على استاذ سالم، اكيد ما شاء الله الكل ناطر هني. عارف ان في كونفرميشن على هذا الديو ولا يعني ما عم نحكي عن ديو. انت عم تساليني بتحبي، قلت لك ايه ما في ديو. لو اقترح اليوم، لو اقترح، لو روتانا ضبطت هذا الديو بعمله. بس انت عم تحكي شيء
لا الله يخليكي ما تخلينا نقول شيء ونطلع على يقولوا لي في ديو ما في ديو. ما قلت في تاكيد ما في ديو ما في يعني ما في كونفيرميشن ما في شيء فكره وانطرحت على الهواء ان شاء الله. بس احنا كان ودنا نعرف منك يعني لو كانت ما في بس بتمنى اكيد. بس تتمنين طبعا. زين راح تصورين لنا شيء من الالبوم؟ لا خلص عم حضر البوم جديد. اسعد وحده وتعبت منك وخلاص. خلص وايد حلو وايد حلو الالبوم واغاني فيه وايد تحمل انها تتصور، انه ليش لا؟ خلص انه قطع سنه و6 شهور 7 اشهر بس يعني كلنا نحب حرام الاغاني. ما اختلفنا عم ينسمعوا على روتانا تشانل على التشانل تبعي وماشي حالنا. نحب نشوفك عم نغنيهم بحفلات وعم يعرضوهم روتانا سو ما في مشكله. نحب نشوفك على طول واحنا بالكويت ترى نحبك وايد. ونتمنى دائما تكونين عندنا وصدق يعني بصراحه اغانيك حافظينها ونحب نتفاعل معك على المسرح ونسمع لك البومك ونشوفك على التلفزيون ان شاء الله دايما من نجاح لنجاح يا رب. وانت افضل فنانه يعني عربيه من الفنانات الناجحات الموجودين على الساحه يعني بامتياز احنا نقدر نقول. شنو حابه تقولين؟ أول شيء بدي أشكر شركة روتانا طبعاً إنه عملت هالمهرجان، بدي أشكر طبعاً دولة الكويت إنه استقبلتنا، الشعب الكويتي الفظيع والفانز وكل العالم اللي شافتنا، وإن شاء الله يكون حفل دمه خفيف على قلب العالم ويكون وصل لهم بشكل حلو. بس انزين انا ابى اقول لك يعطيك العافيه ومشكوره اعطيتينا من وقتك وعدتيني امس وكنت خايفه انه يعني بعد الوصله تتعب وما تكون موجوده معي. انا وعدتك انا بس اقول كلمتك كلمه بصراحه ما في شيء تخافي منه. حبيبه قلبي يعطيك الف عافيه مشكوره على حضورك يعني موجوده معنا. اكيد اقول لكل المشاهدين راح نبقى معاكم مكملين في اول ليله من ليالي هلا فبراير، وطبعا رايحين مع زميلتي رانيا السبع طبعا موجوده الحين خلف كواليس المسرح، وراح تكون الوصله الغنائيه القادمه مع الفنان العربي اكيد عمرو دياب. ولكن بعد هذا الفاصل راح نشوف فيه جدول حفلات هلا فبراير 2014 ونرجع لكم من